كيف حالكم أصدقائي؟ أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة إن شاء الله. تحياتي لكم جميعا. في فيديو اليوم فكرت أن نقوم بشرح أغنية المورفين بطريقة جديدة وفريدة من نوعها. هيا بنا لنشرح أغنيته بعنوان دخانة. تحياتي لكم جميعا وهيا بنا نبدأ على بركة الله. واخا كنت غابر كانت روحي مخيمة في كل كلاش في كل ترول في كل نويطة مهيبة ماشي مزعزع باش غنقول ليك هاني رجعت وغنربي حتى في يوم البعث قبل ما نطلع في الهيبة. المورفين يريد إخبارنا هنا بأنه رغم غيابه الطويل إلا أنه كان متواجد في كل ترول، وحتى الرابرز كانوا يحاولون ديس المورفين، وهذا ما يظهر لنا بأنه الرقم 1 في ساحة الراب المغربي. ويضيف أيضا بأنه سوف يقوم بغناء الراب في يوم البعث قبل أن يرسله الرب إلى جهنم، أي بمعنى آخر فهو لديه أفكار متمردة، وهذه المسألة يقوم بها العديد من الرابرز الأمريكيين كبيجي سمولز الذي قال في أغنية له It don't make sense going to heaven with the goody goodies dressed in white I like black Timbs and black hoodies، أي أن بيجي يريد الذهاب إلى جهنم بدل الجنة، فهو لا يتقبل فكرة اللون الأبيض الذي يرمز للجنة ويحب اللون الأسود أكثر. ما تبون بيهاش قدامنا، حفظوا اللي فات ولاو تيعاودوا كلامنا، البروفيطاج ودوك الأفلام د المغاربة عاشوا مع الراب كي وشام وعكي حاده. هنا كلاش واضح لبوز فلو، حيث هو أنه كان قال عاش الرب ولا عاش من خانو ليبرتي القاع اللي روحو في كاش وسكاي بومبي أو حضي فرانو ويراك دراسة. في السطر الثاني يأكد لنا المورفين بأن بوز فلو كان يسرق كلماته أيام MC، ثم يضيف بأنه الرابرز الذي يغنون ضد النظام عندما يحقون مطامعهم الشخصية فهم يقلبون الفيستا، وهنا ربما يتنبأ بمستقبل بوز فلو وأنه أيضا سيقلب الفيستا مستقبلا. أما في السطر الرابع أوعكي حادة هي مغنية مغربية من مدينة خنيفرة بالأطلس المتوسط، وبوز فلو في الراب هو الملقب بابن الأطلس. بالنسبة للوشم فإن حادة أوعكي أزالت الوشم الخاص بها، وهنا تشبيه جميل من المورفين بأنهم يصبحون أشخاصا آخرين أو يزيلون وشم الراب الحقيقي من جسمهم يوم يحققون مرادهم. بالنسبة للكون راه لاصقين فينا مراكنا بلا ما تبقى وتقارنوا في معلي بحالنا، برو باليستين برو الحرية في دارنا، برو باغي نعيش نعلبوا السلبة. في السطر الأول المورفين قد يقصد النظريات الجيولوجية، وبأنه القارة الأمريكية والإفريقية كانوا ملتصقين ببعض، وأنه أمريكا والمغرب ربما كانوا أرضا واحدة في العصور القديمة، وربما يقصد أنه الراب أصله أمريكي، وأي شخص يسمع الراب المغربي أو العربي فهو يبدأ في مقارنته مع الراب الأمريكي. كما إن المورفين يريد أن يقول لنا لا يجب علينا مقارنته بباقي الرابرز المغاربة، فهو يرى نفسه متفوقا عليهم بكل المقاييس. السطر الثالث المورفين ليس ضد الحركات المناهضة لفلسطين، بل على العكس تماما. برو بالستاين هي حركة مؤيدة لفلسطين. المورفين هنا يقول بأنه يريد الحرية لفلسطين ويريد الحرية في بلدنا. وفي السطر الرابع ماذا يقصد بسلبة؟ فهو يقصد هنا الأغاني الشعبية بصفة عامة، ويلقي الأضواء على الدولة كيف تحارب موسيقى الراب بينما يدعمون هذه الأنواع من الموسيقى. المورفين لقطة كتطرق لي بروس لي غادي بطاكسي الهديم في الزرق كبير يكبر لي فلاسيد وطالع دخانة جارب سناني الفيلم طيب مقراش ونضمض بيه نغبر غير الهي في نسفتني الفقير تكارما. المورفين يرى نفسه رابر فريد من نوعه، وطريقته في الكتابة لا مثيل لها. ثم في السطر الثاني يذكر بروسلي ولقطته الشهيرة في مسلسل بروسلي الصيني وليس في الأفلام، حيث كان بروس قد وصل إلى أمريكا لأول مرة وركب سيارة أجرة، لكن السائق كان متورطا مع بعض المجرمين الذين أمسكوا السائق وأبرحوه ضربا ليجد بروس لي نفسه في مواجهة 4 أشخاص عمالقة، لكنه تمكن في الأخير
من القضاء عليهم جميعا. فهو يصف نفسه كبروس لي، ولكن المورفين متجه إلى الهديم، وربما يقصد زلزال، أو بالأحرى أغنية زلزال جديدة سيهدم فيها 4 رابرز عمالقة في الراب المغربي. كان هذا هو التشبيه بلقطة بروس لي. أما بالنسبة إلى قضية الفيل الأزرق، فهناك فيلم مصري تحت هذا العنوان، لكن الفيل الأزرق بشكل عام وفي نسيج الثقافة والخيال الإنساني فهو رمز للسمو. وهنا المورفين يدعون إلى رحلة خارج حدود الدنيوية وإلى عوالم الأسطورة والرمزية والتعبير الإبداعي. وبعدها مباشرة يصف نفسه بعبد السلام دخانة، الذي يعتبر ظاهرة خارقة للعادة، وهو الذي يجر القاطرات والشاحنات بأسنانه والعديد من أشياء الأخرى كدخوله فرن من النار وشربه حمض الكلوريدريك أو الماء القاطع العديد من الظواهر أخرى. ربما المورفين يقوم هنا بتشبيه أغانيه بأنها خارقة للعادة وليس لها مثيل، وهو من يجر قطار الراب في المغرب عكس الآخرين. وكما شاهدتم في الفيديو، يظهر المورفين يجر قطارا بالنجمة الخماسية المغربية. الاحتمالات باش غنتعاود هابطة، جانا بالسيف من صغري مونتيف ما كدوش عليا الفا، غادي يحبس كلشي ونبقى غير بوحدي واردة، بالحق ما نظنش كل مدينة ولد مورفين باترياركا. كما قلت لكم سابقا، فإن المورفين يرى نفسه لا مثيل له في موسيقى الراب، وأن احتمالية أن يأتي شخص مثله مستقبلا فهو احتمال قليل إلى منعدم. في السطر الثاني يصف نفسه بأنه ألفا ميل، وهو مصطلح يشير إلى الشخصية القوية والمؤثرة والمتميزة بالقيادة والثقة في النفس والقيام بتحديات الحياة بثقة وعزيمة. بعدها يصف بأن جميع مغني الراب سيتوقفون، أما هو فلن يتوقف، وربما إشارة منه إلى مسيرته الطويلة في فن الراب. أما معنى باترياركات فهو نظام اجتماعي يتميز بسيادة الرجل ويفرض التوريث واستكمال الانتساب لذكور السلالة. ويقصد هنا بأنه سيظهر الكثير من المغنيين مستقبلا في كل المدن الذين يشبهونه في طريقة الكتابة، وكأنه سيقوم بتوريث أسلوبه جيلا عن جيل. عندي اليقين كتر من فيودور وكافكا، العلم طلاري ماشي الشعر ديال شي شافة، دي فينومين احنا اللي كنديرو هكذا، تندخلو زين تنخرج منو بلانشا. فيودور دوستويفسكي هو روائي وكاتب وفيلسوف روسي ومسيحي. أما فرانز كافكا هو كاتب تشيكي يهودي. أنا لن أفسر أي شيء في هذا السطر، لأن الملاحدة سوف يبدأون بالنباح مجددا. نصيحة لشخصيتك. السطر الثاني فهو كلاش مباشر لبوز فلو، لأن جدته شاعرة. بوز مال الإنسان اللي شاعر بالفطرة عايش معاه العائلة ديال الشعراء جداته. بعدها المورفين يصف لنا نفسه بأنه مصنع خشب، وما سمعتموه حتى الآن فهو مجرد قطعة خشب واحدة، وما زال لديه الكثير والكثير ليعطينا إياه في هذا الفن. نسدو البيبان ونزيدو في الفيتاس في تسلا، راب ديال الويدان فايحة منو ريحة مخينزة، بابا اور اشال وقادر يخدمك في الفيرما، انا راني سراع خدام بشوريكان النينجا. بعض الناس يسألونني كيف أرى بعض التفسيرات، والجواب ببساطة، فأنا أكتب أغاني الراب، لهذا أرى ما خلف السطور. على أي، فإن المورفين هنا يقصف بوز فلو، فهو هنا يتوقع بأن بوز فلو بعد سماعه هذه الأغنية فهو سوف يستدعي البيت ميكر الخاص به وهو تسلا إكس، وهذا ما قصده بزيادة سرعة تسلا، ويقول بأن بوز فلو سيبدأ بتلك الكلاشات المملة على حد قول المورفين. ثم في السطر الثالث يقول المورفين بأن والده يستطيع تأمين عمل لبوز فلو في مزرعته الخاصة بحكم أن بوز فلو هو الملقب بالفارمر، ثم ينهي الأمر ويدعي بأنه سارح بمعنى يحرس القطيع، ولكن ليس أي حارس عادي بالعصا، بل أنه نينجا وأسلحته المتنوعة. مورفين غادي معاها حويطة في اوكي مدن نقدر نعلق سيمبا، حتى لهاد الساعة راه ما كاينين غير حنا، مورفين المهدي والباقي غير كيبغينا. يبدأ المورفين السطر الأول بMO، ومعناها مودس أوبراندي، وهي كلمة لاتينية وتعني طريقة العمل أو طرق التشغيل، وهنا المورفين يقصد بأنه يعمل بشوية عليه ولا يتسرع أبدا. في السطر الثاني أوكايمدن هو جبل يتواجد بنواحي مدينة مراكش، ويبلغ ارتفاعه 3 كيلومترات تقريبا. أما سيمبا
فهي شخصية كرتونية، ولكن حاليا يقصد بها الناس شخصا قويا، وفي الأخير يحاول أن يوضح لنا بأنه هناك فرق كبير جدا بين المورفين والمهدي، وشخصية المورفين خاصة بموسيقى الراب، أما المهدي فهو ذلك الإنسان العادي، أما البقية فهم يحاولون تقليده لا أكثر. ما تبون بيهاش قدامنا، حفظوا اللي فات ولاو تيعاودوا كلامنا، البروفيطاج ودوك الافلام د المغاربه عاشوا مع الراب كي وشام وعكي حاده، بالنسبه للكون راه لاصقين فينا مراكنا، بلا ما تبقاو تقارنوا في معلي بحالنا، برو باليستين برو الحريه في دارنا، برو باغي نعيش نعلبوا السالبه. تحياتي لكم يا أصدقائي، كان هذا هو فيديو اليوم، وأتمنى أن ينال إعجابكم. لا تخافوا، سأرجع للأسلوب القديم، فهذه مجرد تجربة صغيرة، والمرجو أن تلتحقوا بمنصة كيك. رابط قناتي على المنصة موجود في الوصف، فهناك سنقوم بستريم وأتواصل معكم بشكل أفضل، ونناقش أغاني راب فيما بيننا. وتحياتي لكم جميعا، وتهلاو في رأسكم. بيس. الله عليك نوسط بابا فلو، عافية في الفلومبو غارسون، الراب بابا حلو، زيد في الريم طاباسكو، ليلة سابادو لدومينغو، اللي داس كتبوس وتقول لك تشاو، تكمل ناع السولو في الايغلو، تربى ليغو ركب التوربو في طرقان الراب كران توريزمو، تنشوف غير وابا تحليب بالسيرو، اولمبيات احسنكم يكشو.